قبل الكلاسيكو مقارنة رقمية بين الاتحاد والهلال بدوري روشن، لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. يحتضن ملعب عبد الله الفيصل بجدة قمة نارية مساء الجمعة 1 سبتمبر، حيث يلتقي الاتحاد مع ضيفه الهلال ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن موسم 2023-2024. يدخل الاتحاد حامل اللقب مباراة الكلاسيكو وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، حيث حقق قطب جدة العلامة الكاملة خلال الجولات الأربعة الماضية. وعلى الجانب الآخر يحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة السعودية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن التعاون صاحب المرتبة الرابعة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنقدم لكم مقارنة شاملة بين الاتحاد والهلال تبرز أفضلية كل فريق على الآخر حتى الآن في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2023-2024. هجوم الاتحاد والهلال في دوري روشن. نبدأ مع الاتحاد صاحب الأرض في مباراة الهلال، حيث أحرز الفريق 12 هدفا في 4 مباريات من أصل 30 محاولة تسديد على المرمى، وبلغت دقة تصويب لاعبيه على المرمى 68%، وصنع لاعبو الفريق 10 فرص محققة للتسجيل لم تترجم إلى أهداف استنادا لبيانات الموقع الرسمي للدوري السعودي. وفي المقابل سجل الهلال 10 أهداف في 4 مواجهات من أصل 32 محاولة تسديد على المرمى، وبلغت دقة تصويب لاعبيه على المرمى 45%، وصنع لاعبو الفريق 6 فرص محققة لم تترجم إلى أهداف. دفاع الاتحاد والهلال في دوري روشن. لم تهتز شباك الاتحاد على الإطلاق هذا الموسم في دوري روشن، وهو الفريق الوحيد في المسابقة الذي يملك هذا الرقم حتى الآن، وسددت 8 كرات على مرماه، وقام لاعبوه ب 36 افتكاكا ناجحا للكرة بدقة بلغت 59%، بينما كانت نسبة نجاح الصراعات الثنائية 51%. وعلى الجانب الآخر تلقت شباك الهلال هدفين، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في مناسبتين، وتلقى مرماه 10 تسديدات، وقام لاعبوه ب 29 افتكاكا ناجحا للكرة بدقة بلغت 76%، بينما كانت نسبة نجاح الصراعات الثنائية 49%. أرقام أخرى قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال. بشكل عام نفذ الاتحاد 2147 تمريرة ناجحة، وبلغت نسبة دقة تمريرات لاعبيه 90%، وصنع النمور 9 عرضيات صحيحة بدقة بلغت 16%، وراوغ لاعبوه المنافسين 48 مرة بنسبة نجاح 57%. أما الهلال فقط نفذ 2164 تمريرة ناجحة، وبلغت نسبة دقة تمريرات لاعبيه 90%، وصنع الفريق الأزرق 19 عرضية صحيحة بالدقة بلغت 25%، وراوغ لاعبوه المنافسين 47 مرة بنسبة نجاح 50%.